5 أسابيع بالتمام والكمال تفصل المنتخب الوطني عن نهائيات الكأس السمراء. أسود الأطلس الغائبون عن منصة التتويج الأفريقية منذ نسخة 1976 سيبحثون عن إمكانية استرجاع المجد القاري المفقود في نسخة سيغيب عنها الكبيران فراعنة مصر وأسود الكاميرون. النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب راشد الطوسي وسعيا منها لتحقيق هذا الحلم دخلت مرحلة الاستعداد النهائية بإجراء مباراتين وديتين، الأولى أمام الطوغو وانتهت بفوز رفاق إيمانويل أديبايور بهدف نظيف، واتسمت بإشراك عناصر لعبت لأول مرة بقميص المنتخب الوطني. والحديث هنا عن الثنائي الممارس في الدوري الفرنسي، شاهر بالغزواني لاعب نادي أجاكسيو وأدريان ريغاتان لاعب فريق تولوز. أما المباراة الثانية والتي كان أبطالها لاعب البطولة الوطنية لأنها أجريت خارج تواريخ الفيفا، فابتسمت لحمد الله والرفاق بثلاثية في شباك منتخب النيجر الذي دخل المباراة محروما من بعض لاعبيه الأساسيين. هذه الخطوة لم يستصغها الكثيرون، خاصة وأنها تزامنت مع اكتضاد برنامج مباريات الأندية الكبرى والتي غالبا ما تشكل المزود الأول للمنتخب الوطني باللاعبين. أهمية المباراتين قد لا تبدو كبيرة، خاصة مع المناداة على أسماء جديدة وإدخالها تحت الاختبار أسابيع قليلة على بدء البطولة القارية. وهنا يمكن طرح السؤال الذي يؤرق عشاق المنتخب، وهو هل الوقت مناسب لتجريب لاعبين جدد؟ وهل يمكن لهؤلاء أن يقدموا الإضافة لفريق يقف على بعد أيام من دخول غمار أكبر تظاهرة رياضية قارية؟ إدخال أسماء جديدة تحت الاختبار سيوسع لا محالة قاعدة الاختيار، وسيصعب بالتالي على الناخب الوطني تحديد التشكيلة النهائية، خاصة مع عودة بعض الأسماء الغائبة مؤخرا إلى التألق كعادل تعربت ومنير الحمداوي والمهدي كارتيلا ومبارك بوصوفا. قبل 6 من شهر يناير المقبل يجب تحديد الأسماء التي ستدافع عن لواء الكرة المغربية في نهائيات جنوب أفريقيا. أسماء ستكون أمامها الفرصة للانسجام في معسكر إعدادي ببلاد مانديلا سيستمر ل 12 يوما، وستجرى خلاله مباراتان وديتان أمام كل من منتخبي زامبيا وإثيوبيا. مؤشرات كثيرة تبعث على الاطمئنان حول المشاركة الوطنية في كأس أفريقيا،